احمد بدي اقول لك مساء الخير عبر موقع خبر عاجل، اهلا وسهلا فيك بلبنان وباللقاء الاول عبر الموقع، ونحن منتظرين هذا اللقاء وجمهورك ايضا منتظره. شو بتحب تقول بكلمه اولى لكل جمهورك ولكل اللي بحبوك ولكل اللي طالبوني انه اليوم اماني زكريا اعمل معها لقاء مع احمد؟ حبيبي شرف ليا الاول ان انا معاكم على موقع خبر عاجل، واقول لكل اللي بيحبوني ربنا يخليكم ليا. انا من غير ولا حاجه بجد، يعني هم اللي عملوا حاجه اسمها احمد عزت من اول الاكاديمي لحد دلوقتي، من بعد سنه من الاكاديمي، وهو بحبهم ودعمهم وتشجيعهم، وان هم اللي مخلين في حاجه اسمها احمد عزت. احمد شو القصه الحلوه هاي جديده؟ انت بالجيش؟ تجديد يعني، قلت تجديد كده. في جيش ولا ما في جيش؟ لا ما في جيش. احمد خبرنا، خلينا من الاول هيك نقول انه يعني ما صح لنا نبارك لك، بدنا نبارك لك، باركنا لك عبر الموقع بكتابه همام شفهيا على الالقاب اللي اخذتها وعلى الجوائز اللي حصلت عليها، وهلا مؤخرا كمان حصلت على جائزه الميمه. خبرنا شو الشعور؟ الميمه اخذها باش هذيك السنه انت حصلت عليها؟ السنه دي انا اخذت الدير جيست فاستيفال، احسن مطرب صاعد في الشرق الاوسط. نعم. والميمه اخذها باش. لك شو بتقول له لباش بهالمناسبه؟ بقول باش مبروك جدا، انا بحب باش جدا جدا، لاني بعد بجد يعني لغايه دلوقتي ما قابلتوش للاسف، بس بجد بحبه جدا، لاني لما خرجت كانوا بيقولوا لي انه في كل لقاءاته وفي كل حاجه كان بيقول انه يعني بيحبني وكده، وانا بجد كنت من اكتر المعجبين بيه وبصوته لما كان في ستار اكاديمي، فبقول له مبروك بجد، هو يستاهل يعني حد عنده الصوت وكل حاجه. احمد ما شاء الله صفحتك تخطت المليون، يعني نجوم كبار كلاس اي بعتقد في منهم ما حصلوا عليها. شو شعورك انك حصلت على هالرقم وتخطيته كمان؟ هو فضل ربنا الاول، وفضل يعني انا بشوف انه فضل ربنا وفضل دعاء امي ليا وفضل الفانز اللي انا قلت لك ان الناس اللي بيحبوني من غير ما يكونوا مستنيين اي حاجه. انت عارف ستار اكاديمي الناس بيحبوك عشانك انت، مش هم بيحبوك عشان شخصيتك فيا رب اقدر اعمل لهم حاجات اغاني وحاجات تقول لهم ان انا فعلا عند حسن ظنهم. ده اكيد حاجه هتخليني فخور جدا ان انا يعني هي حاجه حطتني في مصاف كده. نجوم قعدوا كتير فعلا عقبال ما زي ما انت قلت، عقبال ما يجيبوا الرقم ده من الفانز او الشعبيه دي، وبيحملك مسؤوليه كبيره ان انت بقى تبقى عايز خلاص يعني. هو انت غصبا عنك انت في بدايه الطريق، بس الناس بتبقى مستنيه منك حاجه على قد خلاص المستوى اللي انت بقيت فيه واللي اتحطيت فيه ده. فيا رب انا اكون عند حسن ظن الناس دي، واعمل لهم حاجات على المستوى ده يا رب. نحن بنعرف انك عملت اغاني كثير حلوه، وخاصه برمضان كمان اطلقت اغنيه خاصه برمضان كانوا كثير رائعين. قديش هيك نلت صدى نجاح هالاغنيات هدول؟ بص انا عملت لغايه دلوقتي 3 اغاني يعني سنجل. كل اغنيه انا بعمل الاغاني عشان بحسها، يعني انا هعمل اغنيه انا حاسس ان في الوقت ده عايز اعمل ده. اول اغنيه كانت اللي هي عن رمضان اللي انت بتقول عليها دي، كنت لسه راجع من الاكاديمي وعارف جو مصر بقى والعيله ده، وكان خلاص رمضان بعديها باسبوع، واحنا رمضان عندنا بيبقى مختلف كده يعني كل يوم العيله مجمعه في بيت العيله وننزل نخرج والصلاه وبتاع، فحبيت اعمل عن الموضوع ده. الحمد لله يعني خدت احسن اغنيه في رمضان على كذا راديو عندنا معروفين، راديو مصر وعلى كذا تي في كمان، حتى من غير ما تتصور يعني كانوا بس بيحطوا عليها كليب كده يعني للجوامع، كانوا هن بيعملوا والحمد لله خدت احسن اغنيه في رمضان السنه اللي فاتت. بعدين عملت اغنيه في العيد كده كانت هاوس كده، عايز اقول للناس يعني ده شكل المزيكا اللي هقدمه، يعني مش طبعا مش هو ده الشكل بالظبط، بس اهو يعني لما اعمل اغاني هتبقى هو ده البدايه، اسمها والله ما يفرقها. واعتقد ان الحمد لله يعني الناس تقبلوها جدا جدا. يعني عايز اقول لك ان في كل حفله ليا بتتغنى 3-4 مرات، والناس يعني كل مره كانها اول مره تتغنى وبيرددوا معايا وبتاع. يعني انا حتى في الحفله اللي فاتت المرتين سبتهم يغنوهم هم، يعني انا بجد ما غنيتش دقيقه حتى، انا كنت ببدا والاقي ناس بيقولوا فخلاص يعني انا عايز اكتر من كده. وبعدين يوم 25 يناير في ذكرى الثوره اول سنه، حسيت انه في ناس ماتوا عشان البلد توصل، يعني حلمهم ان البلد تبقى احسن، فحقهم علينا ان احنا نفتكرهم يعني حتى لو فات 20 مليون سنه. فانا حبيت ان انا اعمل حاجه عن الشهداء دول، ان الناس اللي ماتوا شهداء دول، فعملت اغنيه اسمها مات شهيد. كتير حلوه ونجحت الاغنيه. فيا رب يعني انا ما كنت اعملها علشان الناس، يعني هو ده الهدف والله اللي احنا بنعمله، انه فعلا الناس تفتكر الناس اللي ماتوا عشان بداية انت فنان بدك تؤدي رسالتك يعني اكيد مينيموم بصوتك. فالحمد لله بنحضر في الالبوم اهو، في اغنيه سنجل خلصناها خلاص، يعني في وسط تحضيرنا للالبوم كده قلنا طب ليه لا نعمل حاجه نقول للناس زي ما بيقولوا عندنا كده تصبيره كده للناس.
فالاغنيه هي يعني هتنزل قريب كده، بنحاول نصورها دلوقتي. بعد ما نزلت الاغنيه؟ لا لسه الاغنيه ما نزلتش. مع مين تعاونت فيها؟ الاغنيه كلمات يعني ناس من اصدقاء عمري كلهم. انا بحب ما اعرفش فكره التيم وورك دي، الروح الجديده والمواهب الجديده. التيم وورك دي يعني هم مش مواهب جديده، هم في السوق وعاملين حاجات لمطربين كبار جدا يعني جريني ونانسي حلو. في ناس منهم عامله حاجات في السوق، بس هم اصحابي من زمان يعني حتى من قبل ما كلنا نعمل حاجه. فانا بحب ده يعني كلنا مؤمنين ببعض وكلنا عايزين نقدم للناس شكل المزيكا اللي احنا عايزينه، فهي فكره التيم وورك دي انا بحبها قوي. فيعني خلينا نسمع مقطع منها. اول مقطع معلش اول مقطع. هلا بدي يزعلوا مني. لا والله ما تزعلوا مني، بس هو اوعدكم جدا انه اوعدك جدا انه لما اللقاء بتاعنا ينزل هيكونوا سمعوا مقطع. ما تسألنيش ازاي بس هيكونوا سمعوا، ده اكيد ان شاء الله. فاحنا خلاص هننزلها قريب جدا، بنحاول نصورها بس هتنزل كليب ان شاء الله. والالبوم اهو يعني شغالين فيه بس لسه فاضل له وقت، انت عارف انا كمان اللي بنتج فالموضوع يعطيك العافيه. واحده واحده، فان شاء الله قريب يسمعوا شويه اشكال مزيكا حلوه. قبل ما نختم شو في شيء حصري بدك تقولون اياه لجمهورك، شيء جديد بعد ما بيعرفوه؟ اول شيء بدي لك مبروك الصفحه رجعت. هو شو صار؟ ما فيش، كان هو موقع الكتروني زي اي موقع لما بيحصل فيه ابديت او حاجه في حاجات كده في ما اعرفش يعني. انا معقول يتدلت لانه وصل فوق المليون؟ ما بيتدلتش طبعا لان احنا كمان موثقينه من الفيسبوك. هو حصل حاجه عندهم في الداتا بيز بتاعتهم هم، غير ان هم بس يعني قالوا ان في لينك دعائي لموقع منافس كان محطوط على البيج لفتره يعني تجاوزت الاسبوع او حاجه، فاعتبروها ان دي يعني بس فاحنا ما كناش واخدين بالنا يعني، هي مجرد صوره نزل عليها لينك احنا مش واخدين بالنا. فهمت عليك. فبس لا يعني انا بطمن الحمد لله رجع مستحيل رجع بسلامه. الحمد لله يعني. واي حاجه يعني هو قدر فاهم يعني، هو بجد اي حاجه هتبقى بامر الله يعني حتى لو كانت مسحت اكيد اتضايقت يومها لاني ما كنتش فاهم ليه أكيد. لغايه لما تواصلنا مع اداره الفيسبوك وبعتنا لهم الاثباتات اللي تثبت ان احنا موثقين الصفحه فعلا عندكم من فتره وانه دي يعني ملكيتها لينا. بس يعني على افتراض السوء انه كان حصل حاجه فهو قدر الله ما شاء فعل يعني. انا بحس انه اكيد الصفحه دي مكان بتجمع الناس اللي بيحبوني وبتخليني فخور ان انا عملت حاجه ايه في حياتي، دي الحاجه اللي انا عملتها اللي اقدر افتخر بيها لحد دلوقتي. بس يعني حب الناس فاهم يعني، هو اهم حاجه حب الناس. انت لو بتحب احمد عزت هتفضل تحبه طول العمر، هو ده اهم حاجه بالنسبه لي. صحيح. فالحمد لله هذا رصيدك بالنهايه الفن اكيد يعني. اكيد فالحمد لله. وشيء حصري هيك شيء جديد يعني. ايه الالبوم قريب. شو؟ الالبوم قريب. لا ما حصري يعني معروف يعني. مش عارف والله. طب ايه طب اسالني حاجه ولو ينفع نجاوب هنجاوب. علاقه الحب بينك وبينها. لو ينفع نجاوب هنجاوب. علاقه حب مع مين؟ خبرنا. انا سمعت ترتوشي بالعصفورة خبر عاجل قلت لي انه احمد عن جديد عم بحب. لا عن جديد؟ ايه؟ لا يا عم ولا كنت تحب وتركت؟ لا صرت تحب الحب الغنى والفن؟ دلوقتي مركز في شغلي لا خبرنا. ما فيش، مركز في شغلي دلوقتي عشان اعمل للناس اللي اليوم انا زي ما بقول لك اليوم فضل عليا. تزعل منك هلا اذا سمعتك اللي بتحبها تقول معقول انت بتحبني ما بتقول ما انا بقالهم سنه ما بتعترف؟ اللي بقالهم سنه فاضلين فضل عليا فانا بجد مركز الفتره دي بجد يعني ما فيش اي حاجه في حياتي. طب شو بدك تقول لها اللي بتحبها هبقى اقول لها لما يبقى. على فكره انا بدي استغل الفرصه وجه تحيه لزميلتي اللي هي اختك زميلتي، لانه بنعرف انه دائما بتواصل كنت انا وياها من ايام ستار اكاديمي، بدي اوجه لها تحيه عبر موقع خبر عاجل وعبرك انت كمان. يعني عايز اقول يعني ربنا يخليك ده شرف ليا. ويعني بما اننا فتحنا الموضوع ده والله فانا عايز اقول لهم انه بجد يعني لولا دعائهم ولولا وقوفهم جنبي طول الفتره دي ودخلوا في حاجات مش بتاعتهم خالص يعني. عايز اقول لك والله يعني انت لو تعرف انه هي كان شغلها سياسه اصلا ودلوقتي خلاص يعني هي متجوزه وان شاء الله ترزق بالطفل كده، هبقى خال قريب كده في خلال ان شاء الله اول حفيد للعيله كده، فاحساس فخر. هي خبريه حصريه بس مش لك على العائله. اكيد يعني فيا رب يدعوا لنا يعني ربنا يكمل بخير. امين يا رب. ونفرح بيه. فعايز اقول لك بجد ان الناس دي بجد انا لولاهم ولولا اصحابي اللي وقفوا جنبي ولغايه دلوقتي واقفين جنبي واصحابي الميوزيشنز واصحابي العاديين اللي مالهمش دعوه بالمزيكا خالص ما يفهموش اي حاجه، بس ان هم لقوا صاحبهم في ستايل اكاديمي فعايزين يعملوا له اي حاجه. بجد دخلت الناس دي وانت عارف بقى الصراعات اللي بتحصل، الحاجات اللي انا بتخرج تقول ايه ده يعني على ايه حصل كل ده يعني. بس بجد فالناس انت دي تستحق. ربنا يخليك. فالناس دي بجد استحملت عشان حاجات كتير. فانا يعني من خلال الموقع
خبر عاجل اكيد موقع كبير زي ده، بحب اشكرهم جدا وبقول لهم انه يا رب ابقى رافع راسهم، ويا رب يبقى يعني خلال من اول ستار اكاديمي لغايه السنه دي عملت حاجه تشرفهم، واللي جاي يحسوا انه فعلا لان انا عايز اقول لك قد ايه اتضايقت جدا لما حسيت اني دخلت عيلتي في حاجات كان ممكن ساعات ان يوصل لحد يتهان فيهم، وانا عمري في حياتي ما هسمح لحد انه يعمل كده. فقد ايه يحسوا ان اللي جاي ان هم فعلا معلش يعني استحملوا حاجات تافهه علشان ابنهم وعشان صاحبهم اللي هو فعلا عنده موهبه. يا رب اقدر اثبت لهم ده يا رب. ان شاء الله. احمد، نحن عبر موقع خبر عاجل بدنا نشكرك وبدنا نهنيك، بدنا نقول لك نورت لبنان، ربنا يخليك، ودائما ان شاء الله بنشوفك عنا بلبنان. يلا ان شاء الله قريبا اكيد. انا مش قادر اقول لك لبنان بدنا نشوف لك شي حفله بلبنان. يا ريت ده شرف ليا اكيد ان شاء الله قريب بعد الالبوم نعمل حفلات في كل الوطن العربي وخصوصا في لبنان البلد اللي انا طلعت منها. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. ربنا يخليك.